الزمالك يستعيد انتصاراته بالسلاسة، حول خسارته أمام سموحة إلى فوز ب3 أهداف مقابل هدف، وسموحة لعب في حدود إمكانياته وحارس مرماه خارج الخدمة. كابتن علي، الزمالك استحق الفوز، الفوارق وضحت في الشوط الثاني والتغييرات اللي طالبته بها حدثت، ولكن مش بنفس الأفراد. يعني اتغير أبو كونيه واتغير شيكابالا ونزل مكانهم 2 غير اللي رشحتهم او تحديدا الكابتن شاذلي. انما يبقى الزمالك هو الاحق بالفوز، يبقى سموحه واحد من الفرق الصاعده اللي بتلعب في حدود امكانياتها، ويبقى المهاره دائما هي التي تحسم. وحسين ياسر كان نجم اللقاء الاول. مش عايز كلام، حسين ياسر كان افضل ما في اللقاء، والهدف اللي جابه يمكن اتلعب بينه وبين شيكابالا من افضل اللعبه اتلعبت. محمد عبد الشافي. عايز اقول يا كابتن طاهر برضو، رغم ان التراجع لسموحه، لكن المشكله ان الزمالك بعد الهدف الثاني ايضا تراجع. يعني الزمالك لعب بعد الهدف كما لو كان عايز الوقت يعدي والمباراه تخلص 2-1، ما لعبش بالهدف انه يستثمر الفرصه ويضغط اكتر ويقدر يجيب جوال اكتر. حتى فكر اللي حصل من ده عبد الشافي، اوكي، ده الهدف الثاني جميله، دي اجمل لعبه اتلعبت الشوط الثاني او يمكن في المباراه بالنسبه لنادي الزمالك. وبعدين رؤيه جميله من حسين ياسر حاططها بالمسطره، وطبعا لاعب قله الخبره هنا فكرنا بكابتن لازم يتضغط كابتن العزيز عبد الشافي زيزو. طبعا زيزو دي طبعا. وطبعا ده الهدف يعني يعتبر جولين من فاولين كابتن طاهر. يعني انا برضو باخد على الزمالك رغم المكسب انه بعد الهدف الثاني بتاع حسين ياسر تراجع، كما لو كان عايز المباراه تخلص 2-1. ما ينفعش. حتى التغييرات اللي اتعملت يا كابتن طاهر طلع ابو كونيه وطلع شيكابالا، نزل 2 فيهم الصفه الدفاعيه. ده صحيح. يعني نزل ابراهيم ملعب مدافع وجيه وابراهيم كما لو كان عايز الماتش يخلص كده صعب جدا، لانه الفكر ما ينفعش. كان وقت طويل وكان الاداء الدفاعي غالب على اداء الزمالك بعد الهدف الثاني. تمام. كابتن شاذلي، النتيجه بتقول ان الزمالك كان الافضل في الشوط الثاني. السؤال، هل ده كان ناتج من التغييرات ولا كان سبب اخطاء سموحه وحارس مرماه؟ لا، هو طبعا سبب اداء سموحه الشوط الثاني كان مختلف عن الشوط الاولاني تماما، لانه رجع على امام مرماه، والناحيه البدنيه عنده هبطت. الوحيد اللي كان بيؤدي فيهم بشكل جيد اللي هو صامويل اقوام اللي هو راس الحربه، وشريف نوارج الظهير الايمن. خط الظهر ما فيهوش غير بشير التبع الشوط الثاني. احمد رضا ومحسن شحات وقعوا في المباراه، والجول الثاني اللي جابه حسين ياسر يتلعب كويس جدا بين محمد عبد الشافي وبين حسين ياسر، لكن خطأ رهيب جدا من المدافع محسن شحات اللي فتح له السكه ورفع رجليه، ما عملش بلوك قدام الكوره علشان يمنع الكوره من دخول المرمى. زاد ان حارس المرمى اعتقد ان ال3 اهداف ليه نسبه خطأ في ال3 اهداف، سواء الفاولين او الجول اللي جابه حسين ياسر. كابتن فاروق، في عجاله معلش، ايه الفرق بين زمالك الشوط الاول وزمالك الشوط الثاني؟ سموحه سموحه هو اللي خلى الزمالك الشوط الاول شكل والشوط الثاني شكل. هبط الاداء الفني الاداء البدني، فرقه بحترت في الملعب. الزمالك قدر يستغل التغييرات، قدر يحافظ على بتاعه، واتكلمنا على الكرات الثابته هتبقى مفتاح الاداء. الاخطاء الدفاعيه بتاعت سموحه، النواحي البدنيه نشطت لعيبه الزمالك. حسام حسن تحسب له النهارده رغم الحفاظ ان هو لعب عشان يحافظ على، وانا كنا بين الشوطين بنقول اللي يلعب عشان يتعادل هيخسر. حسام بعد ما جاب الهدف الثاني حاول يجمد الكره في نص الملعب ويستحوذ على الكره، لكن تغييراته حتى اللي كانت في نص الملعب كانت مثمره في الشوط الثاني، ان من خلالها الزمالك يجيب الجول الثالث ويسيطر ويخلص المباراه زي ما هو عايز ويستحق الفوز. واخيرا الزمالك يتقدم للامام وسموحه باقي في القاع ونتيجه 3-1. بعد الفاصل هنتناول مباراه بتروجيت والشرطه على امل العوده بعد هذا اللقاء لتفاصيل فنيه اكثر للقاء الزمالك وسموحه. فاصل ولنا عوده مع بتروجيت واتحاد الشرطه. الشرطه وبتروجيت مباراه من اجل الصداره. كابتن علي، يعني جه اليوم اللي نشوف أندية الهيئات والمؤسسات بتنافس على الصدارة، شيء يسعدنا بقدر ما يحزننا أيضا أن الفرق الجماهيرية بتتوارى وبتقدم مستويات وأداء
لا يليق باسمائها. النهارده الشرطه وبتروجيت من اجل الصداره، الكسبان هيعتلي جدول المسابقه. كيف ترى المباراه خاصه في وجود 2 مديرين فنيين عندهم من الخبره والثقل الكثير، كابتن طلعت يوسف وكابتن حلمي طولان؟ نعم. هو طبعا المشوار لسه طويل يا كابتن، يعني احنا الصداره المؤقته ما هو يعني وادي دجله كان في اول مباراه قلت لك الجدول ثبته على كده في الاول بس. فالمشوار لسه طويل، لكن لا شك ان برضو تحسب لكابتن طلعت وكابتن حلمي طولان ان هم بيقودوا فرقتين، ويحسب ايضا لحلمي طولان ان هو اولا خسر اول مباراتين وبعدين فاز في اخر 3 مباريات، وبالتالي بقى عنده 9 نقاط ونجح في انه يعوض خساراته في البدايه. شايف المباراه متكافئه لحد بعيد، فرقتين في قوتين متكافئتين، وبالتالي المباراه شايفها صعبه لانه زي ما قلنا الفرقتين عندهم لعيبه كمان من نوعيه ممتازه، رغم ان بتروجيت افضل لاعبيه خرجوا من القائمه هذا الموسم، لكن تماسك وقدر يعوض حلمي طولان. ايضا طلعت له بصمات كبيره على فريق الشرطه، وبالتالي انا شايف مباراه متكافئه كابتن طاهر. تمام. كابتن فاروق، يعني بتروجيت تخطى المقاصة بصعوبة شديدة جدا، يعني بهدفين مقابل هدف. تفتكر الكابتن حلمي يعني قدر يعالج أداء الفرقة في الفترة اللي فاتت، ولا برضو غياب بعض النجوم اللي انتقلوا لأندية أخرى هتأثر على أدائه أمام فريق قوي، يعني غير كل الماتشات اللي قابلها بتروجيت الفترة الأخيرة؟ يعني احنا قبل ما نقول بتروجيت يعني السنه دي بيأدي بشكل تاني، نقول ان الكابتن حلمي جايب فكر جديد، غير اداء الفرقه، بيلعب بطريقه جديده 4-4-2 او 4-5-1. دي بتاخد وقت شويه. كابتن حلمي ممكن اللعيبه عشان عنده لعيبه، يعني اللعيبه بتروجيت بيشتري لعيبه، بيعرف ينتقي اللعيبه ويشتريها، عنده مساحه من الوقت ان هو يعود اللعيبه على الفكر بتاعه، عنده مساحه ان عنده نوعيه قماشه ممكن تساعده في الاداء. لكن كابتن حلمي اللي تحسب له ان هو بعد هزتين تقال جدا يعني ان هو يرجع للبطوله تاني. بنتكلم على بتروجيت او الشرطه في الجدول، الاستمراريه هي دي بتاعت البطل من صفاته. واحده من مباريات اليوم هي حافز للاستمراريه. واحد ممكن يبقى الاول في البطوله، لكن هل هيفضل بطل، هيفضل مستمر وما يجيش بطل تاني؟ انا اتمنى ان يبقى الدوري في بطل غير الاهلي والزمالك والاسماعيلي. كابتن شاذلي، الماتش هيبدا بس محتاج منك مين الاقرب؟ لا، الاقرب في الملعب الفرقتين المستوى متقارب قريب، وحتى نتائجهم 9 نقط و8 نقط، والفرق لعبوا فرق كبيره. البدايات كانت سيئه جدا للفرقتين والنهايه كانت سعيده للفرقتين، وحتى تشكيلهم مش لاحقين نقوله. هنشوفه مع معلقنا محمد عفيفي، والمباراه بقياده تحكيميه للكابتن شريف رشوه.